عمرك جاوبت تفطرك كلمتين على الصبح عشان تصلب طولك وفجأة بعد نص ساعة لقيت نفسك بتسقط على المكتب ومش مجمع اي حاجه خالص؟ بص يا صديقي العزيز، الانفع انك تديها فول وطعميه وحاجات مقليه على الصبح وتقنع نفسك ان ده فطار الابطال، بس الانفع انك تفهم جسمك شغال ازاي. بيقول لك ان الاناء بينضح بما فيه، يعني لو دخلت لعقلك وجسمك اكله كله دهون وسكريات، طبيعي ان المخرجات هتكون ايه؟ هتكون عباره عن كسل وخمول والانتاجيه صفر. الدراسات العلميه بتؤكد ان انت لما بتاكل وجبه دسمه مش صحيه، كميات كبيره من الدم بتسيب دماغك وتنزل تتسحب على المعده عشان تحاول تهضم الكارثه اللي انت اكلتها، والنتيجه هنا ان الاكسجين بيقل في المخ، فبتحس انك عايز تنام وتركيزك بيتبخر. عشان كده لما تلاقي حد بياكل اكل صحي وبيلعب جيم وبيحسب وجباته بالجرام، ما تفكرش ان هو بيعمل كده عشان الفورمه وبس، لا، الراجل ده بيبني عقليه تقدر تستحمل ضغط الشغل. الاكل الصحي والرياضه بينعكسوا بشكل مباشر على القدره العقليه وسرعه البديهه، وبيدوك الطاقه اللي تقدر تكمل بيها اليوم من غير ما تفصل. وعشان كده لو عايز تبدا يومك ودماغك فايقه زي المكنه، يبقى تبعد عن الدهون والسكريات على الريق. ابدا يومك بحاجات تغذي المخ وتديله طاقه نظيفه، شوفان، بيض، مكسرات، او حتى يا سيدي لو تمرايه على السنه وكوبايه قهوه. اكل خفيف يديك طاقه من غير ما يسحب الدم من المخ. خلي بالك، جسمك وعقلك هم راس مالك الحقيقي، من غيرهم مش هتعرف تبني بيزنس ولا حتى تعمل براند. وعشان كده لو عايز تدمج ما بين الانفع والامتع وتعرف ازاي تظبط حياتك وعقليتك عشان توصل لنسختك الافضل، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك ان انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك، من اول الفكره للسكريبت للتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعريس الدرش، تابعني واستنى الشوت الجاي.